باللي صار كان مازلتوا كي غير التحقتوا بنا الليله. سونيا توميه ممثله ولايه المستير تلعب معنا، عملت سحب مش خايب بكل. البنكاج يقترح عليها 80 مليون. علاش البنكاج يقترح عليها 80 مليون؟ هل ترى انت حسب رايك انت، هل ترى قاعد يغري فيك ويحب يركب لك في مخك اللي انت عندك صندوق مهم، والا انت فعلا عندك صندوق ملغم؟ لا عندي صندوق مهم ومازال فما صناديق مهمه زاده. باهي اي فيس عاود نمشيو سنية تو هكا ولا ما عادش. باهي بور لي مومون معناتها اني 4 مستحيل باش نحلو، نخليه في الاخر بكل خاطر رقم حظي. اي نحل دونك 24 سنية فيس تو باش نحلوهم فيس على بعضهم على خاطر هكا ولا هكا لعبوا على الدود باش نعرفوا ترى عملت مليح ولا لا. مبلغ كبير ياسر. اهلا وسهلا. 300 مليون عملت مليح ولا معناتها يمكن. اسمعني تصفيقه برافو. معناتها هل ترى البنكاج يعطاك 80 مليون وانت عندك حنه جبسيه؟ لا سامي ماني قلت لك فما صندوق مهم. وين نمشي؟ وعندي صندوق مهم. وين نمشي؟ هكا ولي وين نمشي؟ افهم معايا. وين نمشي؟ وبعدها يظهر لي كعك الورقه في زغوان باش يطلع كذا حنة جابس. حل 12 جابس بعديك جابس كنا نلقاو فيه 50 دينار. حنة جابس. من بعد وين كنا نمشيو؟ 50 دينار برسك سم الحنة. من بعد وين كنا نمشيو؟ وبعدها نمشي لصندوق القيروان العاشق الولهان. العاشق الولهان القيروان. كنت ايش عندك في صندوقك؟ حل 75 مليون. عملت المليح ولا ما عملتش؟ باهي. وبعدها نمشي. شنو اللعبه فيه تقلب في الرقم. ما يصيرش. من بعد واش كنا نعملوا؟ لا سيمي راه والله الجانب هذا من حلقتك مهم على الاخر. اللي فات انك انت توفى الحلقه وبعد تولي تخلي المتباري يكمل. مهم على الاخر المتبارين اللي باش يلعبوا واللي باش يشاركوا مسابقه معناتها دورينافون في الاس ام اس وفي الصندوق يحبوا يفهموا اللوجيك نتاع اللعبه ويتبعوها ويعاودوا يتبعوها. قداش عندك معرسه قلت لي؟ عندي 11 سنه. شو اسمه؟ منير هاني. يا منير ربي معاك. انت مناضل يا منير. انت مناضل. مش تطلقني من راجلي يا لهوي يا خرابي يا عليه. مش تطلقني من راجلي. عليه ما دامك تقنوا تصبر عليه. يا ولدي انت مناضل. باهي من بعد شو كنت تعمل؟ زيد الله غالب التوما نحبكم لكن لابد باش نحلكم. حل صندوقي. يوسر هي عندكم انتم راقدين. حنا القمسيه مشيت بحلال شيرين ما فماش حتى مشكل. المره الجايه في لعبه اخرى حسوا ان الحاجه راهي مشيت شويه باش بعيد. من بعد شو كنت تعمل؟ باهي كنت باش نحل صندوق رقم نانا المزيانه. تعملي شطحه. ماهيش نانا مشيت عندها برشا يا ولدي غير سبورتيفه. توا مع مزيانه خاطر تعملي شطحه. أنا في المجلس التأسيسي نحب نشيد وطني. اسمعني. في بالي وحدك باش تجيك الفكرة باش تحيي في الآخر المجلس التأسيسي والدولة التونسية واني أعلى سلطة في البلاد. أنت أعلى سلطة في البلاد؟ بيان سور تجي مرة في 100 سنة تأسيس راه. يا أولادي نعلمكم أنتم ما في بالكمش وأنه معنا أعلى سلطة في البلاد. هكا يا قال. باهي. شفقوا عليها علاش مادام غادي أعلى سلطة. باهي. أعلى سلطة في البلاد. يا سيدي 10 ملايين غادي في السبعة. سونيا باش تخلي علينا بقعة. مش قلت لي باهي نعمل برنامج مع بعضنا. لا نحكي ما هو حتى ربي يكتب وربي يسهل ومن هنا لغادي تحيا عباد وتموت عباد وكذا معناتها مي اون توكا نحكي على البرنامج وعلى الاسابيع القادمه. ماكش عملت نداء لزملائك باش يعيطوني في البلاتوات السياسيه بطلت. نمشي كالمنشطه ما نمشيش للمنشط. شنو زاد ما يجيش لا يجوز زاد منشط خاطر فما حتى منشطه ما استدعتني الاغلبيه كل رجال يستدعوا فيه. احنا في الحوار التونسي نطيروا في النفس نسنا اول مره جبنا مراه ما عندناش نسيره. لا تبارك الله عليها والله مكسب القناه بصراحه نحييها يعني. على مريم القاضي. باهي انا راني ولد التلفزه على الاخر واللي تعلمته الكل تعلمته من التلفزه ونعرفها من الزليزيه اللي فيها حتى يشكل فوق بكل واحد وواحد ونموت عليها وكذا تبقى فما حاليا توا منافسه ما بيني وما بين التلفزه وهي منافسه نزيهه وما نجم كان يخرج منها المشاهد مستفيد. فبالتالي ما دام كنت جبت على مريم بالقاضي
نحب انا نحييها على خاطر الجمعه اللي فاتت في 5 مناسبات، فما وقت 8 نتاع الليل ما يغلب حتى حد الاخبار نتاع 8 نتاع الوطنيه في ناحيه فين يسب المشاهد. قايلوا ديما ياسر اللي بيدير معناتها واحنا قاعدين نسجلوا توا، والجمعه اللي فاتت في 4 ولا 5 مناسبات مريم بالقاضي فاتت الاخبار نتاع 8. دونك مريومه برافو، مريومه برافو. كان جيت نعرف هكا راني جبت قبل انا نساه معناتها ما لا ولا بالحق برافو لا ولا بالحق. انا بدي نتفرج عليها ونعاودها اون بوكل ونرجع لها للانترنت فريمون بالحق معناتها. elle sait bien choisir les invités نتاعها ولي تيم داكتواليتي، وهي عندها طريقه اسئله توليديه معناتها تسالك سؤال ويتولد عليه سؤال اخر. فريمون شابو عليها بالحق. توا هل ترى انت شخت على البنكاجي وبعت له صندوق ب 10 ملايين وهو ب 80 مليون؟ خذيت 80 مليون. انت لهنا يظلك 10 ملايين. هنا 10 ملايين تقول انت 4 رقم حظي. قل لي علاش؟ علاش؟ فما نظريه في ارقام الحظ. وعلى بابا شوف نهار تيش مولود، اسمعوني عاد في لحظه. نهار تيش مولود والشهر اللي مولود والعام اللي مولود. انا مولوده 2 جوان 76. نحسب معناتها رقم 2 مع 6 تساوي 8 مع 1976 نلقاها معناتها 13. 3 مع 1 4 8 مع 4 معناتها قداش تجي؟ 13. 3 مع 1 4 معناتها في الاخر يلزمك تحسب الارقام الكل مع بعضها وتتحصل على رقم فردي. هذه نظريه معناتها قالوا بها العرافه وقالوا بها الناس الكل. حل حل يا سامي 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 حل. حل كمان. لا ولا مهفه صاحبي يا بابا 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 يقوى عليك ربي يقوى عليك ربي. ترى خلينا نشوف واحد يهني ساعه. شد سمو خبي لي هذايا عندك وما تخلي استنى انا هو نتاعها هو هذايا صندوقها اهي باهي سمو هذايا خبيه عندك. يا سيدي بعت صندوق ب 80 مليون وقت اللي سونيا توميه صندوقك يسوى 10 ملايين. بعد صندوق ب 80 مليون وقت اللي الصندوق نتاعك يسوى 200 مليون. تصفيقة كبيرة. اسمع بالحق اخطا كل شيء. نحب تصفيقه كبيره على خاطر الحلقه حلوه برشا على سونيا واللي جاتنا. تصفيقه كبيره وموسيقى اكثر من هكا وروحها خفيفه ونشكرك على الحضور. ما تعبتنيش بكل اخذت صديق والله روحك خفيفه ياسر وشكرا اللي جيتنا ونورتنا وراك شرفتنا برشا. اوكي برا سلام على اصحابك.